السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جودي كيتشن. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة تاع البسبوسة، جاتني ما شاء الله بنينة وخفيفة بزاف. ان شاء الله تجربوها. درتها غير بزوج حبات بيض وكاس دقيق وكاس فارينة، راح تجي خير من البسبوسة هذيك اللي نديروها غير بالدقيق. شوفوا هنا يعني قسمت مورسو قدامكم، شوفوا كيفاه جا ما شاء الله روعة. جات طالعة حجم تاعها عالي وجات خفيفة 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 حتى تتفتت وحدها. نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. هنايا درت زوج حبيبات نتاع بيض، كانوا دافيين ماشي من الثلاجة، كانوا خارج الثلاجة. زدت عليهم 100 غرام تاع سكر عادي، ومغرفة صغيرة تاع لافاني ورشة تاع ملح، غير رشة صغيرة تاع ملح تحسين الذوق. هنا نخلط مليح مليح بالفوي، نخلط حتى يذوب لي كامل هذاك السكر. هنا بعد ما خلطت مليح وتبدل اللون تاع الخليط حنزيد عليهم 100 مليلتر تاع زيت. راح نديرها على 3 دفعات، ما نديرهاش على ضربه، نديرها على 3 مرات ونخلط كيما راكم تشوفوا هنايا. هنايا جبت ثاني بطاطا ياغورت ذوق فانيلا، راح نزيدها مع الخليط. الوزن تاعها نسيت كاع الوزن تاعها، مهم اي علبه ما هما نورمالمون يوزنوا كاع كيف كيف. وبعد تيك زدت هنا 70 مليلتر نتاع حليب، حليب عادي بارد، ماشي ما يكونش دافي، بارد. ونخلط مليح، وراح نزيد عليهم 150 غرام تاع دقيق، يكون الرقيق كامل، هذاك اللي نستعملوه للمحاجب ولا اللي نديرو به البغرير. انا استعملت دقيق تاع موله، انا نستعمل غير هذاك الدقيق، خدش يعجبني، مش عارفه كيف الحاجه تنجح به. ومن بعد نزيد 100 غرام تاع فارينه نغربلها، خاش منين ذاك كون نديروها ديريكت يخرجوا لنا هذوك البراكس. ونزيد نغربل معاها 16 غرام تاع خميره الحلويات. خميره الحلويات لازم نغربلوها خاطر تجي فيها حبيبات الداخل يابسين، راح يخسرونا البسبوسه نتاعنا. نخلط غير بشويه باش ما تدفقليش الفارينه. هنا شوفوا كيف جا الخليط، جا عاقد بهذا الشكل. هنا حناخذ 3 مغارف، نديرهم وحدهم في الطاس. نزيد عليهم مغرفه نتاع كاكاو، مغرفه هكا تاع كاكاو، ونزيد عليهم 2 مغارف نتاع حليب، 2 مغارف تاع حليب. هنايا راني مصورها غير مغرفه. الفيديو اللي درت المغرفه الزوجة، الفيديو تاع المغرفه الزوجة تمحالي. 2 مغارف ونخلط مليح حتى نتحصل على هذا الخليط. من بعد نجيب هذا المول القطر تاعو 26 سنتيمتر، ندهنه بشويه زبده ونرش عليه الفارينه باش ما تلصقليش الخبزه نتاعي. انا غير نخلط في الهضره. هنايا الخليط جا شويه عاقد، نساي نسوي كامل هذوك الجوانب تاع المول باش تجيني الخبزه سوا تجي متساويه.
نواسي هكذايا ونسيي نخبط كيما راك تشوفوا باش تجي كامل متساويه. ونجيب هذاك الخليط ونحطه فوق هذاك فوق نحطه بهذا الشكل. المهم هذا المقادير حنصيبوهم، حنحطهم لكم في صندوق الوصف. دخلوا صندوق الوصف تصيبوهم. نزيد نخبط هكا سنيوه باش يهبط كامل الخليط، ومن بعد ندخلها للكوشه على درجه حراره 180. نخليها تطيب واحد 10 دقائق ماشي بزاف، ونروح نخدم هذيك الشربات تاعي. هنا درت كاس نتاع ماء، زدت عليه نص كاس تاع سكر وشرائح تاع الليمون، درتو يغلي مده 10 دقائق وطفيت عليه وخليته يبرد. هنا راني خرجت هذيك البسبوسه، هاي طابت، هاي سخونه بزاف. درت عليها هذيك الشربات تكون بارده، شربات بردتها باش ما تجيناش يابسه. نخليها تشرب، ومن بعد نرش عليها جوز الهند. ماشي شرط جوز الهند، تحبوا الكاوكاو تحبوا اللوز وش يكون عندك في الدار. انا كان عندي متوفر جوز الهند، مالغري ولادي ما يحبوهش بصح درتوه. هنا نحيتها من ذاك المول. هنا نسيي نطراسيها بالموس بلا ما نقسمها، نطراسيها قبل باش نشبعها بالكاوكاو بهذا الشكل. شوفوا طراسيتها غير من الفوق ما هبطش للتحت. ومن بعد هاتيك هنا في كل مربع ندير كمشه تاع كاوكاو محمص ومطحون باش يجي وجهها شباب. هنا حنقسم مرسو قدامكم باش تشوفوا كيف جات من الداخل. شوفوا كيف جات روعه ما شاء الله. شوف حجم تاعها عالي وخفيفه، حتى كي تقسميها تولي تتفتت وحدها. جات بنينه بزاف وخفيفه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. لا غير صدقوني مقادير تاعها مضبوطه وتجيكم روعه. ان شاء الله يعجبكم فيديو تاع نهار اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والى اللقاء.